هلو يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احب اعرفكم على السجل بتاعي ده بتاع الشغل. بصوا، دي بقية السجلات، وغيره 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 وغيره. المهم بقى ان انا اول ما بصحى، اول ما باجي المكتب لازم في حاجة مهمة بتتعمل. طبعا الكولدير ده من قديم الزمان. وبرضو هروح اسقي الزرع التاني. بصوا بقى، النهارده هتعيشوا معايا يوم في المدرسة، رغم ان يويو تعبان وسايباه في البيت سخن، يعني ممكن في اي وقت ادم هيكلمني هروح جري عليه طبعا. ميه ساقعه. ده كله قدام المكتب بتاعي. بسم الله. وبس كده عملنا الزرع. وده بقى الديسك ده اللي بيقعدوا جنبي الولاد، لو حد عنده مشكلة او كده بخليه يقعد جنبي عشان نحل المشكلة سوا. بصوا بقى، دي برضو جايباها للولاد اللي عندي في المدرسة، شاريها من الكانتين تحت، مبقاش فيها حاجة خلاص، خلصت اهي. المهم ان دي ايه بقى، يعني لو اي حد زعلان او اي حاجة بنحل مشكلة براضيهم بيها. صباح الخير. على أهل غزة. لن نترك غزة وحدها. لن نترك غزة وحدها. طبعا ألف تحية وألف سلام على قلب غزة يا جماعة. يا رب انصرهم بحق النبي، يا رب انصرهم، شددوا دعاء يا جماعة، والرباط على أهل غزة. اللهم رابط بينهم يا رب إن شاء الله. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، أنا كنت رجعت من المدرسة خلاص، ولقيت عندي طبق كبدة، ده كنت مطلعاه بصراحة من أول ما قمت من النوم. فحطيت عليه كزبرة وكمون وحبة توم صغيرين وفلفل اسود، بس كده مش اكتر ولا اقل. طبعا هي بتحب الكمون. زي ما انتوا شايفين كده هقلبها. ويا جماعة بعد ما اقلبها هخش انام. صراحة كنت تعبانة قوي النهاردة، عملت انتخابات بقى وحاجات. صح، ده صويا صوص يا جماعة، حطيت عليه نقطتين كده، لزوم الحاجات الحلوة يعني. محطتش كتير. بس المهم قلبتهم بقى، و سبتها بقى في التلاجة. يعني انا جيت من المدرسة لقيتها زي ما انتوا شايفين فكة نفسها، نزلت بس حبة دم منها، من اللي كان موجود في العلبة، واتعاملت معاها زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ما بغسلش الحاجات دي خالص. بس بقى هقفل تاني، هضطر اقفلها واحطها في التلاجة. وانا كنت راجعة الساعة تقريبا 1. دي ورقة من ضمن الورقة اللي كان مكتوب عليها اسم الكبدة والماركة والكلام ده كده. وهي حطيتها بقى في التلاجة تاني. وبصراحة دخلت نمت لاني كنت مصدعة جدا بعد ما طمنت على يحيى والولاد واديته الدواء وفطرتهم والكلام ده كله. نمت ساعة 1:30، وبس كده صحيت بقى علشان اعمل الكبدة. كده اهو قفلتها. هقفلها كده واخشيها بقى التلاجة. طبعا ما اسيبهاش بره عشان البكتيريا والكلام ده كله، انا كنت حاطاها بره بس عشان ايه؟ تفك يعني.
طبعا انا بقى كنت صحيت من النوم خلاص دلوقتي، فقلت بقى ايه احضر بقى الحاجه بتاعه الكبده كده. فقطعت فلفلتين كده، وزي ما انتوا شايفين الناحيه التانية انا مقطعه البطاطس. ما رضيتش اصور وانا بقطع البطاطس عشان صورتها قبل كده كتير. المهم ان انا مقطعه البطاطس يا جماعه حجم كده رفيع، لان انا عايزاها ناشفه، عايزه العيال ايه يقرقشوها يعني زي الشيبسي كده، بس بطاطس بالطول. طبعا الحبه الحاميين دول دول هخليهم ليا في الاخر، مش هحطهم مع حاجات الولاد، فاهمني؟ انا ضايقاه يعني، هو حامي نص نص زي ما انتوا شايفين البطاطس عامله كده. مين بقى زيي بقى بيحب ريحه بيحب الصوت بتاع الزيت؟ اسمعوا. يلا بينا بقى نعمل السلطه. بصراحه بقى انا قمت من النوم كده قلت لا، الطبق ده مش هيعدي كده بسلام يعني. قلت هجيب بقى عيش واعمل سندوتشات. جه على بالي السندوتشات اللي هي بتاعت بره اللي بتتباع دي. فقلت وانا جايه من المدرسه بقى رحت جايبه الخضره دي. حطيت شبت على بقدونس، غالبا دي بقدونس يعني، مبعرفش افرقهم من بعض بصراحه. فالمهم عملت ميكس كده وقطعته، وطبعا قطعته ورحت غسلته زي ما بيقولوا كده بالظبط. طبعا الخضره دي حلوه قوي في الحاجات دي يا جماعه، بالنسبه للسندوتشات وكده بتستخبى بقى في بقيه السلطه، في الولاد بياكلوها. طبعا انا قطعت اهو الطماطميه. الطماطم دي انا بصراحه قصدا ان انا اقطعها كبيره كده عشان الولاد بيحبوا الطماطم عندي، فقلت ابينها لهم في السلطه يعني. فدي الطماطم اللي كنت جايباها الصغيره، وكان عليها برضو طماطميه كبيره تقريبا، فحطيتهم. عايزه اقول لكم بقى ان انا اتخدعت فيه. بصوا الحته اللي طلعتها قدام دي نسيت ورحت حطاها، بس قفشتها وانا بقلب السلطه بصراحه وطلعتها يعني. نسيت راس الطماطميه، نسيتها وحطيتها. فالمهم بقى، وكان عندي بصي اي حاجه بقى في التلاجة حطيها. لقيت بقى عندي برضو آم، خيار، قلت احطه رغم ان هو ما كانش في بالي، بس وانا بفتح الدرج كده لقيت الخيار. بسم الله ما شاء الله عليا يعني، بقيت اعرف اقطعه اهو. جميله انا يعني، عسوله قوي والله. فالمهم ايه، كده بقى معانا بقى حبه طماطم وخيار وحبه فلفل، ورحت حاطه بقى عليهم الايه بقى ال- الشبت بقى والبقدونس والكلام ده كله. فدول بقى ما حطيتش عليهم غير حبة ملح بس وحبة خل، عشان بس الخضرة يعني والكلام ده. قلت كده كده هم هيتحطوا في السندوتشات فمش هيبانوا. ونرحب بقى بالكبدة بعد ما كانت في التلاجة طبعا. انا عايزة اقول لكم اول ما فتحت بقى على الكبدة لقيت بصراحة الريحة مقبلاني خطيرة. ريحة بقى الثوم والكزبرة والكلام، التتبيلة بتاعتها بصراحة كانت عجبي بجد، عجباني قوي. فالمهم بقى فتحت الناحية التانية، كنت بقلي بطاطس زي ما انتوا شايفين. يا دوبك حطيت بقى حبة زيت، وكان عندي حتة دهنة كده بصراحة ليا تقريبا. فقلت ايه امزجها بقى بحتة ليا كده عشان ايه تخلي ريحتها كده عظمة يعني. خلاص انا بقى كتمت الصوت دلوقتي بقى، علشان ايه انا اهم حاجة عندي تسمعوا الطشة والصدمة بتاعتها. بصوا بقى الصدمة دي اهم حاجة، ولازم الطاسة تكون يا جماعة سخنة جدا علشان ما تنزلش المية. بص الصدمة شفتوا لو انتوا شايفين مغلفاها كده خلاص جابت اللون بتاعها يعني، فاهمني؟ فالصدمة دي اهم حاجة عشان ايه ما تنزلش مية. وطبعا الكمية بتفرق يا جماعة. لو الكمية كبيرة فطبعا عايزة طاسة كبيرة. لو الكمية وسط يعني اختاري الطاسة المناسبة علشان ايه ما تبص منك. بصوا اهو على طول ما خدتش اي حاجة، يا دوبك خدت الصدمة وقلبت بقى على طول. طبعا زي ما احنا عارفين الكبدة ما بتاخدش اكتر، مثلا ما بتقعدش مثلا ربع ساعة على النار ولا الكلام ده. هي 10 دقايق يا دوبك تاخد الصدمة بتاعتها، تتقلب على الناحيتين. ويلا نحط بقى اجمل حاجة في الدنيا. انا حطيت الهريسة بتاعتي، طبعا ما كترتش برضو عشان خاطر الاطفال اللي عندنا، لكن لو لوحدي طبعا هكتر عادي خالص. فالمهم حطيت الهريسة اهو، سبتها بقى تاخد وتدي مع نفسها. ما تنسوش بقى تقعدوا تقلبوا فيها. طبعا وانتي بتقلبي فيها كده ما تنسيش تحطي حبة الملح بتوعك. وعلى طول حطيت بقى بصراحة الفلفل، وواحدتين صغيرين من الفلفل الحار، قلت برضو يدي نكهة. شفتوا الشكل اتغير ازاي؟ يعني الشكل اساسا بصوا، والله العظيم اتغير لوحده يعني، مش محتاج بقى كلام.
طبعا حطيت ليمون، وهحط برضو هطشها بخل. طبعا الليمون والخل هيغلوا يعني هيخلوا شكلها فاتح شوية، بس مفيش اي مشاكل عندنا عادي خالص. هي الكبدة ايه غير طشة؟ هي الكبدة كده يا جماعة تحتاج الطشة لو عايزاه تعمليها زي بتاعت بره. فدلوقتي بقى خلصنا الكبدة كده، يعتبر انا قفلت عليها. كنت مسخنة حبة مية، وحطيت هنا معلقتين طحينة، وعليهم حبة توم صغيرين والملح، وهتقلبي بالتدريج. هنقعد نقلب كده بالتدريج لحد ما اللون والقوام بتاعك يثبت معاكي القوام اللي انت عايزاه، فاهميني؟ لان في ناس بصراحة بتحبها مرملة، في ناس بتحبها خفيفة، في ناس بتحبها تقيلة. دي حاجة بترجع يعني صحاب البيت نفسهم. فالمهم نقلب، وانا بخلي بصراحة الخل برضو في الاخر، يعني مش في الاخر قوي، يعني بحط الاول مية شوية وبعد كده ابتدي اتعامل بقى بالخل، واحط عصرة ليمون والكمون والكزبرة طبعا والثوم اساسي، وبس كده. هي الطحينة ما فيهاش اي حاجة غير كده بالظبط. طبعا لو عندك حبة شطة يا سلام، عندك شطة حمرا كده بتودي الطحينة في حتة تانية خالص. انا كده اكتفيت، رغم ان هي كانت معايا برضو تقيلة زي ما انتوا شايفين كده، بس بصراحة انا قلت طالما هنحطها في السندوتشات فعلشان ما تسربش يعني تحت السندوتشات وكده، تفضل ماسكة يعني في الكبدة والكلام ده. وما تنسوش بقى حبة الزيت الزيتون الجمال بتوعتنا، برضو الزيت برضو بيربط. انا هنا كنت دقتها والحمد لله كانت عظمة معايا يعني. ما حطيت برضو حبة كزبرة زي ما انتوا شايفين وخضرة وخلاص كده. همسح بقى الاطراف بتاعتنا واحنا كده خلصنا يعني دي. نخش بقى للحاجة الجميلة يا جماعة. خدوا بالكم ان انا كنت مسجلة حبة فيديو في النقطة دي وما لقيتوش. بس المهم انا زي ما انتوا عارفين كده حطيت الرغيف تنيته نصين، وحطيت حبة سلطة من اللي احنا كنا محضرينهم سوا، وابتديت بقى اتعامل بالكبدة. حطيت بقى في الكبدة كده في السندوتشات يعني زي ما انتوا شايفين كده. وحطي بقى طحينة، يا سلام، اقسم بالله ريقي هيجري تاني اهو. شايفين جمال وحلاوه؟ ولا تقولي لي بتاعت بره بقى ولا مش بتاعت بره، عايزه تقطعي انت بقى البتاعه دي هي اسمها إيه؟ الكبده صغير براحتك. شايفين العظمه اللي انا عاملاها؟ الولاد فرحوا بيها جدا جدا جدا، قالوا لي يا ماما دي احلى من بتاعت بره. طبعا انا الكبده هما بيشموها بره، لكن انا مش بجيبها من بره عشان البكتيريا والكلام ده كله. بس وقت ما بنحب نعك بنجيب تقطيع بقى والحاجات دي يعني. بس بصراحة دي كان ناقصها بس يا جماعة اللي هي اللي هو يا ربي الفحم. الفحم هو اللي كان ناقصها بصراحة، كانت هتبقى جبارة. بس بصراحة يعني انا قايمة من النوم بقى وكده، يعني قلت كفاية عليا اكلهم يعني. هنا كنت بزود بقى حبة سلطة كده عشان تبان. الخضار برضو بيفرق في السندوتشات جدا وبيفتح النفس وكده، حاجة كده وهم. اهو دي كانت هتطلع بس انا قفشتها يعني. بصوا السندوتش بقى عامل ازاي، يا لهوي. انا هاخد حته دلوقتي. عايزه اقول لكم ان انا اشتريت العيش ده الاربعه دول ب5 جنيه. انتوا متخيلين؟ بقى اربعه يعني، متهيألي كانوا 6 الاول. ما كانش عندي عيش طازه، واشتريت بقى العيش ده. قلت يلا عشان طالما عايزه تعملي سندوتشات يبقى تعملي عيش طازه علشان ايه يظبط معايا يعني. تعالوا بقى اوريكم البطاطس اللي انا عملتها الخطيره. شايفين الواحده عامله ازاي؟ انا اتعلمت البطاطس دي في محلات العريش، بتبقى رفيعه جدا بتقرمش، فانا بصراحه حبيت اعملها. وكمان انا كنت حاطه عليها خل طبعا زي ما انتوا عارفين بيساعد على القرمشه. ودي التوابل بتاعه بطاطس. واقلب يا معلم. وبص عملت لهم بقى شكل جامد قوي، حطيتها لهم كده في الصينيه بعد طبعا ما نشفتها بقى بالزيت بتاعها والكلام ده. هي كانت قليله شويه بس هي كفتنا يعني، هما الاطفال بس هما اللي بياكلوها يعني، وانا دننت معاهم شويه. بقى الشكل كده فظيع يا جماعه بجد، تحفه تحفه تحفه. ما تنسوش برضو كان معايا سلطة الناحية التانية بس مش باينة دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، الأكلة دي خطيرة، عجبت الولاد قوي وفرحوا بيها وحسسوني ان انا جايبها لهم من بره والله العظيم. ايه رأيكم بقى في الشكل والمنظر والجمال ده كله؟ ايدينا وحدي يا ستي والله ايدينا وحدي، ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم ما بنسى أرضي
جرحي بالعوارك صيني، مكتوب بدمي حبك يا ولادي، مكتوب بدمي يا فلسطيني، عني زرعك يا فلسطيني. لا لا تنهمي راسك بالعالي